هل ممكن تبيع تراب بمليون دولار؟ انت مجنون ولا ايه يا عم؟ طب اسمع الحكاية دي. كان راجل عادي جدا اتطرد من شغله واتقال له بالحرف: انت فاشل ومش هتنفع في اي شغلانة. لكن الراجل ده دخل التاريخ. اسمه جو جيرارد. ما كانش عنده شهادة ولا علاقات ولا حتى عربية يركبها، بس كان عنده حاجة واحدة بس: الجوع اللي بيثبت لنفسه وللعالم انه مش فاشل. دخل معرض سيارات والكل بص له بنظره: يا عم انت مش هتكمل اسبوع. لكن في اول سنه بس باع عدد عربيات اكبر من فريق المبيعات كله. طب ازاي؟ دي كانت اول صدمه. لكن اللي جاي اغرب من الخيال. الناس كانت بتيجي المعرض وتقول له: مش مهم نوع العربيه يا عم جو، لو انت اللي هتبيعها خد فلوسي. طب ليه؟ ايه اللي خلاه يسيطر على عقل الزبون ويخليه يشتري حتى وهو مش ناوي؟ السر مش في المنتج ولا في السعر ولا في العروض. السر في مشاعر العميل. جو اكتشف ان كل عميل عايز يحس انه مميز، فكان بيبعت له جواب شخصي كل شهر مكتوب فيه جملة واحدة بس: I like you. بس كانت بتوصل للقلب. الناس بدأت تحبه، تثق فيه، توصيه على أصحابهم، وكانوا بيجوا ليه من كل مكان. مفيش إعلان أقوى من الإحساس. هو ما كانش بيبيع عربية، هو كان بيبيع الأمان وبيبيع الثقة وبيبيع الاهتمام. السنة اللي بعدها جو بقى أقوى بائع في التاريخ، وكان بيبيع أكتر من 6 عربيات في اليوم. السؤال هنا: هل المشكلة إنك مش عارف تبيع ولا إنك مش عارف تلمس القلب اللي هيشتري؟ الناس ما بتشتريش المنتج، الناس بتشتري الإحساس اللي المنتج بيخليهم يحسوا بيه. لو فهمت ده مش بس هتبيع، ده الناس هتقولك: خد فلوسي. ولو حابب تعرف أكتر عن أسرار البيع تابعنا على قناة عبر وكتب.